السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على إيغولوس سيرو ونعرفوا الفوائد ديالو. من بين الفوائد ديال إيغولوس هو معالج الحساسية، كيعاون في التخفيف من الأعراض ديال الرينيت ألرجيك بحال العطس، الاحتقان، وسيل الأنف. كيعالج كذلك نحلات الجلد المزمنة، إذا هذا المرض هذا اللي معروف بنحلات الجلد المزمنة أو لما يسمى بالشرى. كيساعد إيغولوس هاد السير هذا كيساعد في التخفيف من الأعراض ديال الأوتيكار كرونيك إيديوباتيك، اللي هي النحلة التي كتستمر لمدة طويلة بلا سبب معروف. لذلك كيساعد على تخفيف الحكة. فإيغولوس فعال ضد الحكة ارتكاريان، اللي هي النحلة الحمراء التي تظهر على الجلد. وكذلك هاد الدواء هذا كيتميز بكونه الإيربسيونات ما كيتسببش في النعاس، وهذه نقطة مهمة لأن بزاف ديال الأدوية كيحاربوا الحساسية، كيخليو الإنسان عيان ومنخي. كذلك الإيريوس كيعطي مفعول طويل، يعني تقدر تاخدو مرة واحدة في النهار ويعطيك راحة طويلة اليوم. بالنسبة للأعراض الجانبية ديال هاد الدواء هذا، يقدر يسبب في بعض الأعراض اللي من بينها هو الصداع وحرق الراس. بعض الناس كيحسوا بصداع خفيف بعد ما ياخدوا إيغولوس. وكذلك العيا، وكما قلنا في الأول فما كيتسببش النعاس، ولكن بعض المرات كيحس المرضى بشوية ديال الإرهاق والتعب. كذلك كيسبب في الدوخة، ممكن يسبب شوية ديال الدوخة عند بعض الأشخاص. كذلك جفاف الفم، بعض الناس كيحسوا بالجفاف في الفم خلال تناولهم هذا الدواء. والغثيان نادرا يمكن يتسبب شوية ديال الغثيان. هاد الأعراض الجانبية غالبا ما كتكون خفيفة وكتزول مع الوقت. إلا حسيتي بشي أعراض جانبية خطيرة ولا بقات الأعراض لمدة طويلة، ضروري تستشير مع الطبيب ديالك. المهم تعرف أن معظم الناس ما كيحسوش بأي أعراض جانبية، كيستافدوا من المنافع ديال إيغولوس بلا مشاكل. عندك أي سؤال أو استفسار فيما يخص هذا الدواء هذا، فما عليك إلا تكتب لنا واحد التعليق، ونتشوفوا في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.